الدولة بتدعم المواطنين بعشرات المليون. سابقة في التاريخ، سجل يا تاريخ. اليوم غادي تعرفوا الشرح ديال كيفاش غادي تعطيك الدولة عشرات المليون باش تدعمك. من دابا قبل 20 سنة كنت تعطي 5 المليون للمقاول، دابا بتعطيك 10 المليون. انت الدعم اللي جا من الدول الملكي هذه واحد 5 ايام او 4 ايام هو تفرق على فئتين، جوج فئات اللي غادي يستافدوا من الدعم. الفئه الاولى هي اللي غادي تشري واحد الشقه بقل من 30 مليون، بتعاونك الدوله بالثلث ديال هذاك الثمن، بتعطيك فلوس مباشره، يعني قل من 30 مليون، 25 26 27 28 29 حتى ل 30 مليون. ياك فهمتوا مزيان؟ نعاود نشرح لكم. قل من 30 مليون، يعني الا كانت 30 مليون غتعطيك الدوله 10 المليون، كانت 29 مليون غتعطيك الدوله 10 المليون، كانت 25 مليون غتعطيك الدوله 10 المليون، كانت 22 مليون غتعطيك الدوله 10 المليون. يعني قل من 30 مليون بتعاونك الدوله بعشرات المليون. والدعم الثاني اللي هو واحد البادره طيبه، بادره زوينه، اللي هو انفتح على واحد الفئه ديال الطبقه المتوسطه والجاليه المغربيه المقيمه في الديار الاوروبيه او الخليج او الى اخره. هذا الدعم اللي كيتراوح بين 30 مليون حتى 70 مليون. انتبه مزيان، من 30 مليون حتى ل 70 مليون، من 30 مليون ل 70 مليون حتى هما غادي يشدوا الدعم. والقانون القديم ما كانوش كيشدوا الدعم، كانت الدوله كتعطي 5 المليون غير في السكن الاقتصادي بوحدو. حل معايا عقلك، غادي تسمع واحد القضيه اللي ما غاديش تعجبك ولكن غادي نشرحها لك في البلاصه. مول 30 مليون القل بدعموا الدوله ب 10 المليون، ومول 30 مليون حتى ل 70 مليون يعني 30 40 50 60 70 غادي تعطيه الدوله 7 المليون. كيفاش 7 المليون لمول 70 مليون و10 المليون لمول 30 مليون او 28 او 26 او 25؟ كاينه شي حاجه تما. انا نشرح لك. مول 30 مليون نقل هو في حاجه ماسه للدعم، اما مول 30 40 50 60 حتى 70 فهذا يعني ميسور وغادي تعطيه الدوله دعم ديال 7 المليون. شكون غادي يستافد من هذا الدعم؟ هذا سؤال جميل. غادي تستافد منه جميع الشرائح المغربيه، الغني الفقير، اصحاب الدخل المحدود، اصحاب الدخل العالي جدا، كل شيء غادي يستافد منه. يعني البلاد غادي تتحرك واحد شويه، الا الاجانب ما كاينش قانون كينص بانه غادي يستافدوا. شكون غادي يستافد؟ واش كاين عندها عمر محدد عند الشخص؟ لا، بيستافد الصغير والكبير والكبير والكبير. فاش نقولوا الصغير يعني الانسان خصو يكون راشد، عنده لاكارت ناسيونال، البطاقه الوطنيه. كيفاش غادي يتم هذا الشيء؟ انت ما غاديش تشد 10 مليون في يديك، لا، 10 مليون بغاتيها الدوله النوطير. انت كتمشي كتشوف البورطما ديالك كيديروا عليك هما واحد لونكيت، يعني خصو ما يكونش عندك سكن رئيسي. انت ما يكونش عندك سكن رئيسي، هذا دعم الاسر. غادي يديروا بونكيت في المحافظه، الا ما عندكش سكن رئيسي غادي تستافد. عندك 20 مليون غادي تمشي غادي تشد بورطما، الدوله غادي تعطي 10 مليون. النوطير هو اللي غادي يتكلف بجميع المسائل. يكفيك انك الا بغيتي تستافد من هذا الشيء تجيب وعد بالبيع، كتمشي عند واحد الناس كتقول لهم انا بنشد من عندكم هذا البورطما، كيصوبوا لك واحد الورقه سميتها وعد بالبيع، كتمشي كتديها للنوطير، النوطير كيرفعوا عليك واحد بحث لانه ما عندكش سكن رئيسي. اللي ما عندوش سكن رئيسي هو اللي غادي يستافد، اللي عنده سكن رئيسي ما غاديش يستافد. اللي زوين وجميل في هذا الشيء هو انه المواطن المغربي بيخرج من هذيك البيروقراطيه ديال نشوف الدعم واش غادي يعطيوه ليا واش ما غاديش يعطيوه ليا. لا، غادي يعطيوه لك، غير ما يكونش عندك سكن رئيسي. ثاني حاجه اللي هو اللي ما عندوش الفلوس، هي الصراحه زوينه اللي عنده الفلوس، اللي عنده مثلا 20 مليون غادي يمشي يشد بورطما ديال 30 مليون بتعاون الدوله ب 10 مليون. اللي عنده الكريدي غادي يبقى كريدي بينه وبين البنكه، الدوله غادي تساهم معك ب 10 مليون وانت غادي تحمل المصاريف الاخرى. وشكرا لكم.